لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ كل شي بخير. شحال من واحد فينا دابا كيحسب شحال غيجمع باش يتقاعد مرتاح، وشحال من اب وام كيدوخوا الحسابات ديال فلوس وليداتهم اللي كتجي من الصندوق. بصراحه واش عمرك سولتي راسك ديك الزياده اللي سمعنا بها في التعويضات العائليه واش بصح غادا تولي جزء من المعاش ديالك الدائم اللي غتبقى تاخذه حتى الاخر، ولا غير زياده مؤقته؟ السؤال الأهم، شكون هما بالضبط الناس اللي تزادت لهم هاد الفلوس في القطاع العام والقطاع الخاص، وشحال تزاد لهم، وكيفاش الرابيل الأثر الرجعي فرح أكثر من 136 ألف أسرة مؤخرا. وهذا القانون ديال 21 سنة اللي كيقطعوا به التعويضات على ولدك وخا يكون باقي كيقرا في لافاك، واش قانون عادل؟ وشنو هو الحل اللي خاص يديروا البرلمان باش نحميو الطالب المغربي؟ هاد الأسئلة كاملة وهذيك اللعبة ديال الإدماج اللي سحاب لينا غتولي أساس الدار وهي طلعات غير زواق، غادي نحلوها اليوم بكل بساطة وسلاسة. هادشي كامل كيهم مستقبلنا ومستقبل وليداتنا باش نضمنوا أن فلوس التقاعد ديالنا تكون موثوقة ومضمونة. إيوا، قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديروا الإعجاب، لايك للفيديو دابا، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، حيث أنا غنبقى نجيب لكم معلومات موثوقة ومبسطة حول كل شيء كيهم المتقاعدين والموظفين في المغرب. يلا خليكم معايا باش نفهموا هادشي كامل دقة دقة. يا خوتي، شوفوا معايا هاد اللعبة ديال الإدماج كيفاش دايرة. تخيلوا معايا التقاعد ديالكم بحال شي دار كبيرة فيها الأساس هو المعاش الأساسي اللي كتاخدوه حتى تموتوا، وراه هو اللي كيهمنا كاملين، وكاينين شي إضافات صغار بحال التعويضات العائلية اللي هما كحال الزواق ديال الدار واللوينات. الناس اللي سمعوا بالإدماج سحاب لهم هاد الزواق غادي يدخل ويولي جزء من الأساس ديال الدار، يعني الإدماج الاكتوائي. وهاد الشيء ساهل نشرحوه. الإدماج الاكتوائي هو أن ديك القيمة ديال التعويضات اللي كنتي كتاخد على وليداتك غادي تولي جزء من الصالير اللي كيحسبوا به صندوق المعاش ديالك من الأول، يعني غادي تزيد لك في الحساب ديال المعاش بشكل دائم ومضمون مدى الحياة. وهذا هو اللي كانوا كيتمناوه الناس كاملين، حيث كيزيد في الصالير دائما. ولكن اللي وقع هو أن الدولة دارت لنا الإدماج المالي الاجتماعي، وهذا الشيء بحال شدينا ديك الزياده في الفلوس ديال التعويضات العائليه وعطيناها لك كل شهر بوحدها، ما عندها حتى شي علاقه بالاساس ديال المعاش ديالكم، وما كتدخلش في الحساب الاكتوائي. فهمتي دابا؟ يعني هي مجرد تعويض اضافي كتاخذو ملي كيكونوا وليداتك باقين صغار، ولكن ملي كيوصلوا للسن المحدد غالبا 21 سنه كيتقطع هذا التعويض، وما كيأثرش هذا الادماج المالي على شحال غتاخذ من بعد. وهذا الشيء داروه الصناديق بحال السي ام ار والسي ان اس اس باش يريحوا راسهم، حيث الا داروا الادماج الاكتوائي غادي تكون عليهم التزامات ماليه خياليه ومكلفه بزاف على المدى الطويل، وهما كيتجنبوها باش ما يتقصش التوازن الاكتوائي ديالهم اللي اصلا مزير وحالته حاله. يعني خلاصه القول، فلوس التعويضات تزادت وقيمتها ولات حسن، ولكن ما ولاتش فلوس ديال المعاش الدائم ديالك، بل بقات فلوس مؤقته مرتبطه بالطفوله ديال وليداتك. وهذا الشيء كيعني انك خاصك تستافد من هذه الفلوس الجديده حتى لذاك السن بالضبط، وما تظنش انها غادي تزيد لك في التقاعد اللي غتبقى تاخذه حتى الاخر. دابا نجيو المهم، شحال من واحد فيكم سالني شكون اللي تزاد ليه وشحال؟ شوفوا، هذا الشيء خاصنا نفرقوه بين جوج بيوت كبار في المغرب، بحال كنفرقوا بين الدار الكبيره القطاع العام والدار اللي عاد بدات كتكبر القطاع الخاص. القطاع العام سي ام ار الناس ديالو سبقوا شويه، حيت الزياده عندهم بدات كتطبق في شهر يوليوز 2019، وهذا الشيء كان تنفيذ الكلام تقال في الحوار الاجتماعي. يعني ولات القيمه اللي كتشد على كل ولد من ثلاثه الاولين طالعه ل 300 درهم، وهذا مبلغ مزيان ومحترم. والدراري اللي جاو من بعدهم يعني الرابع والخامس والسادس كتاخذ عليهم 100 درهم للواحد، وهذا الشيء كيوصلك حتى لستة الابناء. يعني الا كان عندك تبارك الله 6 دراري كتوصل لواحد مبلغ زوين كيعاونك على مصاريف الحياه. اما بالنسبه للقطاع الخاص سي ان اس اس هما تعطلوا شويه، وماشي حتى ل 2023 عاد جا المرسوم اللي عاد للكفه، ولكن التعديل عندهم ركز على انه يطلع التعويض ديال الابناء اللي جاو من الرابع حتى للسادس باش يولي حتى هو 100 درهم بحال خودهم ديال القطاع العام. وهنا خاصك تركز معايا مزيان في هذه اللقطه. هاد الزياده ديال 2023 طبقات باثر رجعي، وهذا الاثر الرجعي اللي كنسميوه بالدارجه الرابيل هو ان الصندوق حسب الفلوس اللي كان خاصو يزيد لك من فاتح يناير 2023 وعطاه لك دفعه واحده. يعني بحال اللي قال لك هاك الفلوس ديال العام اللي فات كامله دفعه واحده في يدك.
وتخيل معايا أن هاد الدفعة الكبيرة استفد منها أكثر من 136 ألف متقاعد في القطاع الخاص. وهذا الشيء كان فرحة كبيرة للناس اللي عندهم وليدات بزاف وكيقلبوا على أي مساعدة في ظل غلاء المعيشة. وهذا الشيء كيعكس واحد الإرادة سياسية باش ينقصوا من الفوارق بين الناس اللي خدامة في الدولة والناس اللي خدامة عند الخواص، باش نوصلوا لواحد العدالة الاجتماعية تكون مقبولة للجميع. أجيو نفهموا هذه الفقرة اللي كتعصب بزاف ديال العائلات، وهي قانون 21 سنة اللي كيقطعوا به التعويضات ديال وليداتك. يعني تخيل معايا كتكون كتاخذ هذيك 300 درهم على كل ولد، فجأة وليدك كيكمل 21 سنة واخا يكون باقي كيقرا في لافاك ولا في مدرسة ديال التكوين المهني وخدام على راسو باش يجيب شهادة نفعو، الصندوق كيقول لك صافي سالا وقته، وقف لك التعويض. وهذا الشيء بزاف وماشي معقول، حيت راه القرايه المزيانه اللي كتنفع في سوق الشغل راه كطوال دابا، وراه المصاريف ديال الجامعه كتزيد والوليد باقي محتاج المساعده باش يكمل بلا ما يتوقف على القرايه باش يمشي يقلب على خدمه. وكاين اللي كيقولوا واخا نديروا 25 عام بحال شي دول اخرى، ولا على الاقل نخليو التعويض حتى يجيب ولدي شهاده اللي كتسمى الباك بلس 3 سنين، يعني ليسونس. وهاد النقطه بالذات هي اللي كنقولوا خاصها تعديل خفيف يراعي الظروف ديال الاسر ويحمي الطالب المغربي. وباش نقولوا الحقيقه كامله، كاين واحد الاستثناء مهم ولكن حتى هو فيه صداع الراس، اللي هو ولادنا اللي عندهم اعاقه تامه اللي ما كتخليهمش يخدموا بصفه دائمه. هادو القانون كيعطيهم الحق ياخذوا التعويض مدى الحياه باش يعاونوهم في الحياه ديالهم. ولكن باش تستافد من هذا الحق خاصك تدوز على شي تماره ديال الوراق والتقارير والطبيب ديال الصندوق اللي خاصو يتاكد مرات، وكتحس براسك بحال كتطلب شي حاجه ماشي ديالك. وهذا الشيء اللي خاصو يبسطوه بزاف باش العائلات اللي عندها وليدات مرض او معاقين ياخذوا حقهم بلا ما يزيدوا عليهم الهم ديال البيروقراطيه، حيت الحقوق خاصها توصلك بسهوله بلا ما تطيح روحك باش تاخذها وتعاود تبرهن على حاله ولدك كل مره. وهنا كاين واحد الجانب اجتماعي وزوين خاصكم تعرفوه مزيان، راه التعويضات ماشي بالضروره كياخذها غير الاب المتقاعد بوحده. لا، تخيل معايا مثلا ان الام هي اللي متقاعده حتى هي من الصندوق ديالها، سواء CMR ولا CNSS، وراجلها ما بقاش. هذيك الساعه التعويضات كيوليو حقها هي مع المعاش ديالها الخاص. وكاين الحاله اللي كتوقع بزاف هي ديال الطلاق، الا كان شي انفصال بين الوالدين، وفي الوثائق ديال الطلاق كيقولوا بلي الام هي اللي عندها الحضانه ديال الدراري، فهذيك الفلوس ديال التعويضات العائليه ديال دوك الوليدات خاصها تتبعهم وتمشي مباشره للام اللي كتصرف عليهم. ولكن هنا واحد النقطه مهمه، هذا الشيء كيوقع غير الا ما كانتش هي اصلا كتاخذ تعويضات من جهه اخرى، مثلا خدامه عندها CNSS ديالها. يعني الفلوس كتمشي للطرف اللي كيتكلف بالصرف اليومي على الدراري واللي عنده الحضانه. وراه حتى الوليدات اللي كنديروا لهم حنا المغاربه الكفاله الشرعيه، يعني كيتكفل بهم شي حد بحكم قضائي، كيتحسبوا بحال شي ولاد بيولوجيين ديال الشخص اللي كيكفلهم، وكيستافد منهم حتى هو من هاد التعويضات حتى لذاك السن اللي محدينه الصناديق باش كل شيء ياخذ حقه في حدود القانون. وخا هاد الزياده في التعويضات العاجليه زوينه وكتعطي شويه ديال الاكسجين للمتقاعد اللي عنده الوليدات، خاصنا نكونوا واقعيين. هاد الزياده اللي زدنا راه كتشكل غير 1.5% تقريبا من المصاريف الكبيره اللي كيصرفها الصندوق، يعني بحال الا شديتي واحد الجرح كبير وحطيتي عليه ديماده صغيره. وداك الشيء علاش المشكل الحقيقي ماشي في هاد 100 درهم ولا 300 درهم، المشكل كاين في جوج حوايج كبار صعاب ولكن ساهلين في الفهم. اول حاجه هي الحوكمه، وهاد الكلمه الصايبه كتعني ببساطه شكون اللي كيسير الصندوق وكيفاش، حيت خاص تكون واحد الشفافيه كبيره وواحد التدبير اللي ما يخليش الفلوس كتضيع او كتعطل. وتاني حاجه هي ديون الدوله، وهنا كنهضروا على الفلوس اللي كتسالها الصناديق ديال التقاعد الدوله واللي كتراكم كل عام وهي كبيره بزاف. تخيل ان هاد الصناديق بحال بنكه كبيره ديال المتقاعدين والموظفين، ولكن واحد الشريك اللي هو الدوله ما مخلصش الحصه ديالو كامله ولا متاخر في الاداء بزاف. وهذا التاخير في الاداء هو اللي كيخلي ما يسمى بالتوازن الاكتواري ديال الصندوق، اللي هو الصحه المستقبليه ديال الصندوق، كيتهدد وكيمرض. حيت ملي الفلوس ما كتدخلش في وقتها، الصندوق كيولي ما عارفش واش الفلوس اللي عنده كافيه باش يخلص الاجيال اللي غتجي من هنا 10 ولا 20 عام ولا لا. داكشي علاش الحل الحقيقي اللي خاص يتسرع ماشي هو غير نزيدو 100 درهم، لا، الحل هو الاصلاح الهيكلي الشامل، يعني اصلاح من الجذر اللي خاصو يضمن ان جميع الانظمه ديال التقاعد في المغرب ديال القطاع العام والخاص يتشابهوا في طريقه الحساب وفي المقاييس باش كل شيء يتقاضى بنفس العدل. والاهم هو ان الحكومه توفي بالالتزامات ديالها وتخلص دوك الديون المتراكمه عليها الصندوق باش الصندوق يرجع يتنفس وتكون عنده صحه مزيانه وكافيه باش يضمن المستقبل ديالنا وديال ولادنا من بعدنا. وهذا الشيء كامل هو اللي كيضمن لنا ان الزياده الصغيره ما تكونش مجرد مسكن للالم، ولكن بدايه لحل حقيقي ومستدام.
خلاصة القول، هذا الإدماج هو في الواقع تعزيز للمنح وخطوة اجتماعية إيجابية باش نقارنوا بين القطاع العام والخاص. دابا جا دوركم، واش كتشوفوا أن سقف السن ديال 21 سنة لقطع التعويضات حتى للطلبة اللي مازال كيقراو هو قرار عادل؟ وشنو هو السن اللي كتقترحوه نتوما باش يتم القطع؟ 25 سنة مثلا، ولا حتى يسالي الطالب القرايه؟ كتبوا لنا الرأي ديالكم والسن اللي كتقترحوه في التعليقات لتحت. إلا عجبك هذا التحليل واستفدتي منه ما تنساش دير لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس باش ما يفوتك والو في المواضيع اللي كتهمك. نتلاقاو في الفيديو الجاي، تهلاو.